السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم غادي نحضر معكم البغرير بالطحين الكامل والسميده رقيقه، كيجي رائع ولذيذ وصحي. بقاو معايا حتى الاخر باش تتبعوا المراحل من الاول. بسم الله على بركة الله. في واحد الطحان كهربائي غادي انا خديت هنا غير العشوار. غادي ندير 3 ديال الكيسان ديال السميده الرقيقه، وثلاثة ديال المعالق كبارين ديال الطحين الكامل اللي غربلته وحيدت له النخاله ديالو، شويه ديال الملحه، شويه ديال السكر، وشويه معلقه صغيره هكا ديال الخماره حبوب اللي ديال العجين. غادي ندير 5 ديال الكيسان ديال الماء دافي. ما بغيتوش ديروا الطحين الكامل ديروا 3 المعالق ديال الفورس. راه سبق لي وشاركتو معكم بالفورس، واليوم شاركتو معكم بالطحين الكامل. هكا كيجي بنين وكيجي حتى بالنسبه للصحي راه كيجي صحي. بعد ما خلطت الخليط مع 5 ديال الكيسان د الماء، غادي نضيف واحد 2 خمارات حمر. حتى كتخلطوا الخليط عاد كتضيفوا الخماره حمراء، وكتعاودوا عاوتاني كتخلطوا مره ثانيه. هنا هاد المقله هادي عندي بحال قدامت شويه، ما بقاتش كطيب لي مزيان البغرير، وما عنديش واجده هاد الساعه هادي. شي مقله اخرى باش نطيب فيها. كناخذ الملحه وكنحك المقله بديك الملحه. بحال هكا كديروا الملحه في المقله، وكتاخذوا شي زيف ولا هكا كاغيط ديال اليدين اللي كتمسحوا به يديكم، وكتبقاو كتحكوا ديك المقله بالملحه. كتحكوها مزيان مزيان، وكترجع طيب هكا باش ديبانيو راسكم ديك الساعه الا ما كانتش عندكم المقله جديده. صافي راه ديما كنبغي نشريها وكنساها، وفاش كنبغي نجي ندير البغرير كنسى بانه ضاعت ليا مع كندير فيها البيض ولا كنسخن فيها شي حاجه راه كتضيع. هاد الطريقه هادي راه كترجع كطيب من داك الشر فيه. غير جربوا هاد الطريقه، سواء لهاد المقله ديال البغرير او لا المقله ديال لي كريب. صافي هنا كيف ما كتشوفوا خليت العجينه ارتاحت واحد 10 دقائق. خليوه من الاحسن خليوه يخمر باش كيجيكم زوين. شوفوا كيفاش كيجي هنايا، درتو كيطيب في المقله، ها هو ما لصق ما والو. المقله ما لصقتش ليا. الطريقه ديال الملحه راه مزيانه بزاف. البغرير بعد ما طاب كيجي على هاد الشكل هذا. كنقدموه مع الزيت والعسل اولا الزبده البلديه ولا مع العسل. انا كنفضل البغرير مع زيت العود والعسل، كيجي صحي اكثر كيف ما قلت لكم، ولذيذ بزاف بزاف. هاد الطريقه ديال البغرير بالسميده رقيقه والطحين الكامل غير جربوها، راه ما غتندموش. كيجي لذيذ ورائع بزاف بزاف، خصوصا الا كان مع شي زويته بلديه رائعه كيجي اروع. هنا كنكون وصلت نهايه الفيديو. كنتمنى تكون عجبتكم هذه الفكره هذه ديال المقله، وعجبكم البغرير بهذه الطريقه هذه ديال النخاله اولا طحين الكامل والسميده. هنا كيف ما كتشوفوا انا كنوجد العسل وزيت العود كنخلطهم، وهما اللي كنحطوهم بعد ما كنعاود نسخن. كيف ما قلت لكم انا ديما راه كنت سبق لي وقلتها لكم في الفيديو فاش حضرت معكم البغرير، فاش كنسالي البغرير الكميه كامله ديال العجين كنطيبها. كان فاش كنبغي نقدم البغرير نسخنو، كندهن المقله بشويه ديال الزيت، اي مقله عندكم ماشي المقله ديال البغرير، بشويه ديال الزبده عفوا، غير شويه، وكتعاودوا تسخنوه وعاد كتحطوه. راه كيجي مقرمل، كيجي رائع وبنين، وكتجي فيه واحد ما كيجيش رطب ومرخي، كيجي رائع. كيف ما كتشوفوا قدمت البغرير مع كويس داتاي والزيت والعسل. كنتمنى تجربوا هاد الطريقه هذه. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا خرجتوا بشي حاجه اللي زوينه. ما تنساونيش باللايك والاشتراك وبالبارطاج، اللي باقي ما اشترك معايا يشترك معايا باش يوصلوا كل جديد. كنتمنى ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم هكا باش كتشجعوني وكتحفزوني ونقدم لكم
اشياء كثيره، ونقدم لكم وصفات وخرجات. ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم دائما. الى اللقاء، فيديو جديد ان شاء الله.